هذا الخبره لعبت دورها. اي كره ثابته لعبت دورها. مراد باتنا لعب دورها. اي هذه مباراه كانت فعلا زي ما تفضل الزميل خالد السعود، مباراه تكتيكيه جماهيريه، عنوانها الرئيسي فرص ضائعه للفريقين وكره ثابته للفتح حسمت التكافؤ الفني مع الخليج، متكافئه. كل واحد قاعد يشغل مفاتيح لعبه، باطنه يحب يفتح الملعب، يطلع سفيان بن دبكه في الكادر فجاه ويسدد، في افكار واضحه ومستمرين عليها، وزي ما تفضل الزميل توفيق تونسي هذه مشاكل جوميز دائما وابدا، سهوله مهاجمه مساحات واشتغل عليها الخليج، كنت تحتاج الى قرار فقط، كرات اهداف محققه ضاعت للفريقين، كان ممكن تعطي المباراه جماليه اكبر، لكن كل فريق كان محترم الاخر. شوف هذه سهولة مهاجمة مساحات الفتح، مشاكل كبيرة جدا، حاول الخليج انه هو يوصل، في النهاية اللي حسم المباراة كرة ثابتة تنفيذ عالي الجودة من مراد باتنا. هذه كرة القدم. على فكرة نادي الخليج فقط الفيحاء والنجمة هو افضل منهم في ايش؟ في التنظيم في الكرات الثابتة. هو الرقم الان صار 16، تخيل، دائما يستقبل الكرات الثابتة، يحتاج انه هو يشتغل على هذه، مشكلة كبيرة واضحة في نادي الخليج. ايضا